افضل طريقه لتشفيت الفخذ يا جماعه للناس المبتدئين. طبعا كل حاجه بتتطور، واحنا كمان كصناعيه وجزارين لازم كل جزار او كل شيف يبدا يطور من نفسه ويطور في المجال بتاع الصنعه بتاعته. دلوقتي في ناس بتفضل بنفس المستوى بتاعها اللي هو اتعلم بيه وما بيطورش من شغله. احنا كمثال دلوقتي بشوف بعض شيفات او بعض الجزارين بتشفي الفخده الضاني. دي اكبر فخده ضاني هتشوفها في حياتك على اليوتيوب، ما شاء الله فخده ضاني بس بحجم البتلو. حلو. الفخده ديت ما شاء الله تخش في 5 6 كيلو، فخده كبيره جدا ما شاء الله، حجمها كبير زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا بلاقي الناس بتشفي الفخده ديت في الفيديو من 3 ل 4 دقائق وبتطلعها متبهدله وبتهلك منها لحوم كتير. لو انت هتعملها كباب مشوي او تعملها بالنسبه للتخصص المشوي او الكباب او انت هتشويها في سياخ مشوي، ناس كتير بتهلك حاجات كتير. وعشان لما تيجي توضبها كباب الحاجات اللي هي اتقطعت او اتهلكت ديت بتهدر معاك في اللحم. معايا دلوقتي بالخطوات واحده واحده بالراحه هنعرفك ازاي ان انت تخلي الفخده دي بكل سهوله، سواء انت مبتدئ في الجزاره سواء كنت شيف مطبخ. مش شرط تكون جزار، لو حابب ان انت تتعلم وحابب ان انت تستفاد، لكل ست بيت عايز تعمل مشوي في بيتها بتقدر ان انت بكل سهوله بكاسدك زي ده تعملي مشوي في بيتك زي المطاعم المشهوره. سواء انت كنت جزار ومستواك يعني بنسبه 50% او نسبه 70%، احنا كبشر احنا بنكمل بعض، محدش طبعا كامل. وممكن انا اكون بعملها بالطريقه دي ويكون في جزار افضل مني او احسن مني بيعملها بطريقه، بس انا بوصل لكم اللي انا وصلت له، يعني بوصل لكم اكتر حاجه او اهم حاجه انا وصلت لها بالنسبه للمهنه وتكون سهله عليك وانت كمان تعملها بوقت اسرع. تمام؟ يعني بدل ما تعملها في دقيقه تقدر ان انت تعملها في دقيقتين. معايا بالخطوات دلوقتي هنبدا دلوقتي نوريك كمثال. هي نفس الطريقه بس احنا هنغير حاجات ثانيه. في جزارين طبعا بيشيل عنده الغراب، وطبعا في اجزاء في الفخده بتسمى باسماء طائر. طبعا دي العظمه حضراتكم شايفينها دي عظمه اسمها عظمه الغراب، بتيجي كده من تحت. تمام؟ هنا كده في نهايه المفصل بتاعها بتيجي من تحت كده بالراحه اهي. احنا كده طبعا ده كمثال شرح. حلو. تيجي من تحت كده اهي، في ما بين العظمه دي والعظمه دي حته بيضه زي ما حضراتكم شايفين. قرب كده اهي، تمشي فيها بالكذا كده بالراحه. دي كده اصلا ما بتاخدش وقت. هنا اهي، بدل في ناس ممكن تيجي تشفي تعصلك معاه او السكينه تقف معاه في العظم. يبقى كده احنا خلصنا من دي. والاهم بقى من ده كله اللي جاي، العظمه ديت بتواجه ناس كتير. العظمه دي بتكون اصعب عظمه، مش محتاجه لف عليها كتير. هو اهم حاجه الجزء ده كده سهل ما فيهوش اي مشكله. اهم حاجه الجزء اللي هو بتاع المدفونه. تمام؟ بتيجي هنا وتشد خط بنفس الشكل ده. حلو. تعملها كده. احنا كده اعتبر العظمه كده خلصت. تمام؟ بتعمل حته هنا كمان اهي، الفتحه دي كده للنهايه، وبعد كده بتلف بالكلده بتاعك على كده. ما تعملش اي حاجه هنا تاني خلاص. ما تجيب بلاش دعوه بالقشره البيضاء اللي هنا دي. القشره البيضاء احنا مش عاوزينها في حاجه. تمام؟ بتيجي هنا وتنزل الكذا بتاعك من جنب العظم. حلو اهو، وتمشيه كده. حلو. بعد كده بتزق العظم اللحمه اللي هنا في الدايره بتاعت العظمه دي، تزقها لجوه وتمشي من جنبها اهو كده. احنا غالفين على العظمه اهي، يقول عليها عظمه الصدفه او عظمه الغراب. بتقطع النخاع اللي ماسك ما بين العظمه بتاعت المدفونه والعظمه دي بتاعت اللي هي ايه الصدفه. تسحب خط كده. احنا كده ايه العظمه دي كده مش محتاجه لف اكتر من كده تاني. بتيجي بالكاسدك بتحك على الايه او تخربش العظمه اللي تحت زي ما حضراتكم شايفين اهي كده. نزلت تنزلها بصبعك كده او بتخبطها تطلع كده اهي زي ما حضراتكم شايفين. بتيجي من تحت كذلك الامر اهو. حلو اهو كده العظمه دي خلصت. شلناها كده. العظمه بقى اللي هي بتاعت الموزه، ناس كتير بتطلعها وناس كتير لازم نعرفها ان هي بتتشفى ازاي. بتحط في نهايه الموزه هنا، نهايه اللحم ده باين، كنت تكون باينه برده في الكاميرا. نهايه اللحم ده الموزه اهي. بتفتح هنا بالراحه زي ما حضراتكم شايفين اهو. فتحت كده. تمام اهي. حط كاسدك في النص كده زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا فتحنا الموزه اهي. في ناس بتطلعها، ناس كتير بتطلعها، بس انا حبيت ان انا اشوفها لكم المره دي اهي زي ما حضراتكم شايفين. تمام اهو كده الموزه اهي. كده يعتبر احنا خلصنا الموزه كمثال عشان برضه الناس تاخد بالها. الناحيه الثانيه بتمشي مع نهايه اللحم. نهايه اللحم كده اهي. كده يعتبر الموزه خلصت. تقطع العصب ده وتزقه كده لجوه وتقطع العصب من النهايه كده اهي. حلو كده. انت يعني في 5 دقايق تكون انت متعلم التشفيه بتاعت الفخده. تيجي عند عظمه المدفون. لو انت بتعمل مشوي لازم تفتحها بنفس الطريقه ديت من عند نهايه وش الفخده وبدايه ظهر الفخده وعرق التريبيانكو. يعني قصد العظمه بتاعت المدفونه او عظمه الماسوره بتيجي في نهايه وش الفخده اللي هو ده اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. ده وش الفخده اهو كده. دي نهايه وش الفخده وده ظهر الفخده وعرق التريبيانكو اهو. تمام؟ في ناس كتير بتوه في الحته دي كده. تمام اهو.
ده العرق التربينكو وده ظهر الفخده. بتشد كده تيجي من عند البدايات دي اهي، شايفين الحته دي اهي، تنزل كده عشان تجيبها معاك على الابيض اهي كده. احنا ايه ده نهايه الموزه، ده وش كل ده وش الفخده كده بقى. احنا تعتبر بنطلع السمانه من على عظمه المدفونه او الماسوره اللي هي بتكون داخل الفخده، عشان كده بيسموها عظمه المدفونه. طبعا هي ما بتاخدش الوقت ده كله في الفيديو، يعني هي ما بتاخدش الوقت ده كله في الفيديو. تمام اهو. دي بقى الموزه اهو، دي الموزه الثانيه بتيجي بنفس الشكل ده. بتعلم عليها من الاول كده، بتحك الحكه دي كده اهي كده تمام. بتلم الفخده بايدك. دي كده بدايه السمانه، ودي بدايه الموزه اللي هي رقم 2 زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. كده بقى احنا كده يعتبر خلصنا الفخده بكل سهوله زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. ديت الفخده زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله، دي فخده ضان بنفس حجم البتلو ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين. وبقى احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. لو انت استفدت اي حاجه من الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. وانتظروا ان شاء الله، في ناس كتير بتتكلم عن الحلويات اللي هي داخل الرقبه اللي هي النفوس باسماء ثانيه اخرى. في ناس بيسميها حلويات وفي ناس بيسميها النفوس، يقول لك النفوس بتنباع باغلى فلوس. النفوس دي يا جماعه هنتكلم عليها في فيديو ثاني، وفيديو لشق الرقبه وتطليع عروق الدم وتطليع النفوس اللي الناس كلها بتتكلم عليها. هي حاجه طبعا مختلفه خالص عن اللحمه، ولكن عشان ما نطولش في الفيديو ونقول او نحرق الفيديو اللي جاي، انتظروا الفيديو اللي جاي عن شق الرقبه بتاعه الخروف نصفين او النيفه وتطليع عرق الدم والنفوس اللي الناس بتقول عليها باغلى الفلوس.